It's a big idea. ورجعنا لكم مرة تانية في سلسلة الفيديوهات اللي بتتكلم عن الشغل في ألمانيا. أول ما أنا وعبد الله جينا ألمانيا كنا عايزين نشتغله من تاني يوم، بس تقريبا كنا متفائلين زيادة عن اللزوم، لأن ببساطة الموضوع دوت شبه مستحيل. عشان تعرف ليه هو شبه مستحيل لازم تعرف إن عشان تشتغل في ألمانيا محتاج تصريح للعمل، والتصريح ده بيتوقف على موقفك كطالب في ألمانيا، سواء طالب لغة سنة تحضيرية أو طالب جامعة. خلينا متفقين إنك أيا كنت مين فيهم فأنت مش هتشتغل أول ما تيجي، لأن تصريح العمل بيحتاج شهرين عبال ما يطلع لما تيجي تحول الفيزا لإقامة. فأنت لازم على الأقل لما تيجي تكون عامل حسابك إنك معاك فلوس تكفيك شهرين على الأقل. كطالب جامعة هيتطبق عليك نظام العمل 1000 ساعة في السنة مهما كان سعر الساعة كام، سواء بنظام 450 بازس أو التايلت سايت. أما إذا كنت طالب لغة أو طالب تحضيري، وده بيبقى حال معظمنا، فأنت هيتطبق عليك برضه نظام 1000 ساعة سواء تايلت سايت أو 450 بازس، بس تقدر تشتغل في الأجازات بين الكورسات بس أو الأجازات الأسبوعية. الموضوع ده ليه استثناء، وهو إنك تشتغل أوس هيلفر بعدد ساعات يجيبوا 450 يورو في الشهر. ومعنى أوس هيلفر يعني إنك بتشتغل لما يكون واحد من العاملين الأصليين في الشغل يغيب فبتشتغل مكانه، أو بتشتغل أعمال خفيفة تانية مع العمال الأصليين في الشغل. طالب اللغة بيكون مصروفه في الشهر أكتر من 450 يورو، وهنا بيحصل العجز، لأن في أحسن الظروف هيشتغل ب 450 يورو في الشهر بس، فهيضطر يسحب من أهله فلوس أو يسحب من الحساب البنكي اللي وصل ألمانيا بيه. ما شاء الله. على عكس ده هتلاقي الطالب الجامعي بيكفيه 450 يورو في الشهر، ودول يقدر يجيبهم في أسوأ الظروف لما يشتغل 53 ساعة بس في الشهر. وأوقات العمل عامة بتكون متظبطة مع أوقات الدراسة، يعني هنلاقي إن وقت العمل بيكون بعد انتهاء اليوم الدراسي أو في الأجازات الأسبوعية. بعض الطلبة عندهم فكرة تانية إنهم يقدروا يشتغلوا بطريقة مكثفة في الأجازات عشان بعد كده يقدروا يتفرغوا للدراسة، وشخصيا شايف الفكرة دي كويسة جدا وبيقدروا بيها يكفوا مصاريفهم. من كل الهري اللي فات دوت نقدر نطلع باستنتاج أخير: طالب الجامعة يقدر يكفي مصاريفه طول فترة دراسته، أما طالب اللغة فبيكفي بس من 60 ل 70% من مصاريفه الشهرية. كل الكلام اللي أنا قلته دوت هتلاقي فيه الأدلة بتاعته بلينكات تحت الفيديو. وبكده أكون خلصت الجزء الثاني من سلسلة الفيديوهات بتاعة الشغل. استنوني في الفيديوهات الجديدة، ولو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب لايك. سلام.